واحد من عباقرة الرعيل الثاني كان لشبه الساحر ألحان وأكثر من تأصيل في ذلك الزمان الجميل. إنه الشيخ عبد المنعم الدركسي أحد أساطين الجيل الذهبي والذين شدوا بالقرآن روحا وعطرا وريحانا. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان
جميل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. يسعدني في هذا اللقاء أن أكون في إحياء ذكرى عملاق زمانه وشيخ القراء في زمانه الشيخ عبد المنعم الدركسي. هذا الرجل كان عملاق وكان قارئا متميزا، وكان في وقته وفي عصره لا يقرأ قارئا إلا إذا هو دعي الأول فالأول. وكان لما كان يكون رحمة الله عليه في مثلا في حفلة في طريق طناح أو طريق الدركسة أو في البلاد المجاورة، الحقيقة كنا نسافر مهما كلفنا هذا السفر من مشقة، لأن كان في ذاك الوقت كان السفر صعب، وكنا نروح نقعد وراء الصوان ونستمع للشيخ عبد المنعم. سبحان الله العظيم، كان قارئ عصره، وكان متقن للقرآن، وكان متقن للقراءات العشرة، وكنت تسمع منه القرآن كأنه ينزل من السماء. يعني كنت تسمع منه القرآن كأنه قرآن يرى، يعني قرآن مرئي، وكان حروفه لا يمكن أبدا أبدا حد يزايد عليها في الإتقان. وكان هذا الرجل كان زاهدا في الدنيا رحمة الله عليه. بقرية الدراكسة القابعة بمركز مدينة النصب القهلية ولد شيخنا في العام 17 من القرن العشرين، وما أن حرم منذ حداثة سنه نعمة البصر إلا وعوضه الله سبحانه وتعالى بالبصيرة والنبوة والنصر. أنا محمود عبد المنعم الدركسي، نجل المرحوم الشيخ عبد المنعم الدركسي الأكبر، وأنا طبعا كنت معاصره وملازمه، ولدرجة لأنه هو كان كفيف وأنا اللي كنت ملازمه، حتى أيام ما كان بيسجل في الإذاعة وأنا اللي أروح معاه. وكنت لدرجة أني كنت بغير أي واحد يمسك إيده غيري من شدة حب ليه يعني ف يعني كان له قبول جامد جدا في محافظات مصر كلها. يعني انا لفيت معاه محافظات مصر كلها، وكان له قبول جامد جدا في كل مكان، وكان متمكن جدا في القراءات كلها. وعاصرته وحضرت معاه مياسم مع الشيخ مصطفى اسماعيل، مع محمود علي البنا، مع الشيخ الحصري في اخر سنه اللي هو توفى فيها، كان مع الحصري في بلد اسمها الصوفيه، مركز اولاد صقر. وكانوا يعزوه جدا، وكانوا عارفين متمكن منه، واللي كان يعزه قوي 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 الشيخ سيد النقشبندي، لدرجه ان هو كان معاه في ميتم وقال له يا شيخ عبد المنعم انا عايز اقعد اسمعك في احد المياسم. وكررها الشيخ محمد عبد العزيز حصان في المنصوره هنا شارع المدير، وقعد وقال له يا شيخ عبد المنعم انا عايز اقعد اسمعك، انا مش عايز اقرا. كان متمكن جدا، وكان يعني الناس يحبوه جدا في اي مكان. كنت انا بنبهر جدا من تجاوب الجمهور معاه، وكان يعرف كل بلد، عارف ده مين اللي بيسلم عليه حتى بايده من غير ما يتكلم معاه، يعرف ده مين. حتى لما كنا راكبين العربيه وماشيين رايحين اي مكان، يقول لي السواق احنا ماشيين على سرعه كذا، يطلع ايده بره من الشباك كده يعرف سرعه العربيه. فكان متمكن جدا جدا يعني، ورحمه الله عليه يعني. فانا عاشرته، كان انسان حنون جدا على اولاده، حتى اي حد مريض ولا حاجه كان هو اللي يسهر به ويجري ويدور على اطباء ويجيبهم من البيت.
ما يفتحش الا اذا وكان بيعمل اعمال خير كتير جدا. في سن مبكرة أتم الطفل النابغة حفظ الآيات القرآنية وأجاز الأحكام والقراءات، وما أن أجازه الشيخ محمد مصطفى للقراءات السبع والعشر الكبرى إلا وكان لشيخنا صوت من شفة وجاء عصيته يمنة ويسرا. أنا الحاج عم منعم محمد الحبيبي من الدراكسة، ابن عمي الشيخ عم منعم الدراج المقرئ الكبير بالدراكسة رحمه الله. كان رجلا عظيما وواعظا، وكان خطيب جامع الباشا، وكان عظيما في قراءته، وكان أهل القرية يحبونه، وكان لا يأخذ أجرا من البلد، كان يأخذ من غير البلد أكثر مما هو في البلد كم مرة. كان رجلا عظيما وكان رجلا مقدر الناس، الله يرحمه. يعني مرة راح شربين وكان الناس بيسمعوه ما سمعوش قبل كده، وكان راح العصر ما عرفش يختم خاص إلا بعد الساعة 10 بالليل من قراءته ومن حسن قراءته ومن ترتيبه. كان راجل حساس قوي، وكان مقرئ مليش مثيل. يعني كان بيقرأ ما كانش حد يعرف يقرأ من مقامات اللي بيقولها، لأنه كان فنان وموسيقي، وكان بيفهم بيقول منين، بيقول مقام فين ينزل منين ويطلع فين ويروح فين، لأنه كان فنان قرآن، وكان من القرآن اللي هو المضبوط. حتى كان المقرئين بيخافوا منه. ليه؟ لأنه كان مقرئ 10 على 10. وجعلناكم
أمثال البهتيمي والمنشاوي ومصطفى إسماعيل كانت تلاوته شجوا وتطريبا تجاري الآيات تفويضا وتنظيفا. واتل الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتان طهر به أسماعنا وأزح به صدأ القلوب بأعذب الألحان وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن فلحسن صوتك حلية القرآن وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن سيظل قرآن الإله سيظل قرآن الإله سيظل قرآن الإله هويتي وولاء آل محمد عنواني. عاصرت الوالد وكان عمري 9 سنين في الصف الثالث الابتدائي. كان يمتاز بالتربية الحسنة، وكان لما يروح شغله ويرجع البيت كان يحب يطمن على الأولاد كلها، وكان حنين قوي على اخواتي كلهم. وكما سمعت من الأهالي والناس الكبار كان معاهم كويس جدا. عرفت عن الأشخاص اللي كان بردك بيقلدوه في الأصوات، كان شيخ من بني عبيد اسمه الشيخ المدوري اللي سمعته عنه، وكان بيعلمنا تعليم الدين تعليم سليم. ومن الأصوات اللي كان يمتاز بها الصوت الحلو، كما سمعت من بعض الأقارب والأهالي، كان يطلع من الصبح من البيت يرجع آخر النهار لازم يطمن على آخر أخ من الإخوات، وكان رحيم القلب رحمه الله. عرفته الإذاعة المصرية منذ العام الميلادي 1964 كنجم من نجومها المميزين، تماما كما عرفته المحافل الدولية صوتا قرآنيا ينضح بالنغم الجميل فينساب على الظمأ وكأنه الصحابة. مما أتذكره أنه مات وأنا كان عندي من العمر 9 سنوات، كان ما يقرب في ثالثة ابتدائي. ولكن كنت أتذكر وأنا صغير أنه يعني كان محبا للقرآن الكريم، وكان بيته عبارة عن بيت العائلة، كان لا يخلو من الناس المحبين له، سواء كانوا صغارا أو كبارا أو شيوخا أو من كل طوائف البلد. كان بيته يعني هذا ما أتذكره جيدا، أنه كان بيته عبارة عن بيت للعائلة، وكان محبا للخير، وكان عطوفا، وكان يعني محبا لكل أقربائه، يعني كل ما يتصل له من رحم أو قريب أو بعيد كان محبا له، وكان دائما يسأل عنه. والعائلة كلها يعني تشتهر بحفظة القرآن الكريم، وكان والدي من حفاظ القرآن الكريم، وعامل في الأزهر أكثر من 20 عاما محفظا للقرآن الكريم، وكان يحفظ القرآن حفظا جيدا، وكان ثالث ثلاثة من
أجود قراء أو حفاظ القرآن الكريم، ويعني ثلاثة يحفظون القرآن وتعينوا في الأزهر الكريم على درجة كأنهم يحملون ماجستير أو ليسانس أو غير ذلك. فكان البيت بيت قرآن كريم. وما يعني أنا سافرت الكويت وما أذهب إلى مكان إلا ويذكر اسم عمي إلا ويترحمون عليه ويذكرونه بخير. فما من مكان نذهب إليه سواء كان في المركز أو غير المركز أو المحافظة ويذكر اسم الشيخ عبد المنعم الدراكسي إلا ويذكرونه بخير. وفي العام الميلادي 1972 يرحل شيخنا الدركسي صاحب الصوت الشديد والأداء القوي بعد أن صاحب ذكره في دولة التلاوة، وصارت طريقته ستتابعه. قل تشرب من